لو زوجك معيشك مستورة ومش محتاجة تنزلي شغل فدي نعمة كبيرة قوي من عند ربنا تساعدك تتفرغي للعبادة وطلب العلم، لأنك مش هتقضي 12 ساعة من وقتك كل يوم في الشغل بتدوري على لقمة العيش زي الستات التعبانة الشقيانة اللي بتساعد أزواجها. طبعا شغلهم في ميزان حسناتهم بإذن الله وربنا يعينهم، بس تخيلي لما تقضي 12 ساعة من يومها في الشغل ويتبقى لها 12 ساعة مطلوب منها فيهم تشتغل في البيت، اللي اساسا الست اللي ما بتشتغلش مش قادرة على شغل البيت، فما بالك باللي بتشتغل ومطلوب منها تراعي ولادها اكل ومذاكرة وتربية وعلاج وترفيه، ومطلوب منها عبادات، ومطلوب منها تظبط نفسها لزوجها وتعتني ببشرتها وبهدومها اللي عايزين جدول لوحديهم اصلا، ومطلوب منها تنام عشان تقدر تكمل تاني يوم في الساقية بتاعت كل يوم. فلو ما بتشتغليش وزوجك معيشك مستورة بوسي راسه كل يوم، لانه اتاح لك فرصة عظيمة تقربك من الجنة بكل سهولة. واستغلي الفرصة انت بقى وقربي من ربنا عز وجل وتعلمي وتثقفي وكتري من العبادات واحفظي القرآن وحفظيه لغيرك. ما تقضيش يومك في التليفونات والزيارات والحوارات والمسلسلات ومتابعة الموضة واخبار ناس مش هيفيدوكي بأي حاجة في الحياة. ما تقضيش حياتك تكسبي غيرك مشاهدات من وقتك وتيجي في الآخرة تلاقي رصيدك صفر من العبادات، تبقى كل الأطراف كسبت إلا انتي. هما كسبوا فلوس والشيطان كسب إنه غواكي ونساكي عباداتك ونجح في مهمته إنه ينسيكي ذكر الله، وتيجي بقى في الآخرة تفرحي فيكي كمان. اصلا انا ما كنتش فاضيه يا رب للعباده، كنت بتابع مسلسل هندي ومسلسل تركي ومسلسل عربي وفيلم اكشن وفيلم رومانسي وماتش كوره واخبار فنانين وبسمع كام اغنيه وبعمل كام مكالمه كده كلها غيبه على صحابي واهل زوجي وجيراني وبنام. الوقت اللي بيضيع ما بيرجعش تاني، وفي الاخره مفيش اعذار، الحسنه حسنه والسيئه سيئه. مفيش حاجه اسمها انا بعمل حاجات وحشه بس قلبي ابيض. ماشي، هتتحاسب برضو على الحاجات الوحشة، عشان احنا مش هنقابل ربنا بالقلوب بس، لا بالقلوب وبالأقوال وبالأفعال. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، مش يعمل الوحش وقلب أبيض. تمام؟ مش عايزين نلخبط الدنيا وعايزين نحط كل حاجة في مكانها. وسيبكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.